اليوم رانا في محل الرخ للحداده اللي شاك فوا نديروا عليه يعني ايماء. اليوم رانا مع الاخ كمال الرخ اللي راح ينعت لنا الحاجه اللي راهي فيها الشفاء ان شاء الله للناس اللي عندهم الثعلبه. الاخ كمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وين رانا اكزاكتوم يا سي كمال؟ رانا في العشاش. في العشاش. نعم. ماناش بعاد على رحبه فلسطين كما رحبه فلسطين علينا بالضبط. نعم. سابقا رحبه اليهود. معروفه برحبه. واش تحب تقول للمواطنين الناس اللي يعرفونا والناس اللي راهم في الواد واش تحب تقول لهم على العلاج بالقمح المشكل هذه اللي يعيطوا لها الثعلبه؟ نعم. اللي تجي في اللحيه تجي في الشعر تجي في الانثى والذكر. تفضل سلم على الجمهور وقول لهم كيفاش راكم تعالجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول شيء نشكر الجمهور ونشكر الاخ محمد على مبادرته الطيبه بارك الله فيك ونشر الخير. نعم. وثانيا ان العمليه هذه تعزيز القمح نعم فهي عمليه فعاله بطريقه سهله. طريقه سهله ومجربه وفيها نتيجه. تكلم وورينا سي كمال كيف ما راكم تعالجوا بالضبط. العمليه هذه كيفاش تتم؟ نعم تفضل. سخن حديد إلى عدد بسيط. لازم هي حمار. لحظات فقط ممكن تكون النار قويه باش يسخن الحديد اللي راح لأنكم ما يظليش حامي معناها مليح احمر. نعم. الزيت ما يخرجش. بارك الله فيك. يعني باش تخرج الزيت من القمح انت. قمح لازم يكون حديد بعد احمر. باي. بسم الله. هذا القمح يا محمد. هذا القمح. هذا القمح. معلش. احمر كي لا نطيل عليكم. بارك الله فيك. فيك بارك الله. عملت الحديد سخون باش تخرج الزيت من يخرج القمح. الزيت. هذا الزيت يخرج ثاني كذلك حكمة الله عز وجل يخرج بارد. وري لي. حط على الموضع حق. سبحان الله. حط على يدي انا لهنا. سبحان الله. يعني بارد ما شاء الله. حتى ولو ان كن ما ينفعش ما يضرش. ما شاء الله. ولكن غالبا النتيجه ما شاء الله. النتيجه هي عاود للجمهور قول لهم هذا واش يداوي هذا الزيت هذا تاع يداوي القمح. زيت القمح. هذا يداوي الثعلبه الشعر ناقص. يداوي الحزاز. نعم. كاين اللي عنده مثال حساسيه. قداش تتم عمليه العلاج في نهار في نهارين؟ كاين نهار نهارين 3 ايام 4 ايام 5 ايام. يبقى يروح ويجي المريض يعني مره في اليوم تدهنوه. نهار بعد نهار. نهار بعد نهار. نهار بعد نهار. واش تحب تزيد تقول للجمهور؟ انا نقول اول شفاء ربي سبحانه. اذا مرضت فهو يشفيني. نعم. ولكن الانسان يسعين يعمل الاسباب يتخذ الاسباب وباذن الله عز وجل ربي ما يخيبش. بارك الله فيك. ادعي للمؤمنين كنت اختمها بدعاء سي كمال. نسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وربي يهدينا ويهدي جميع المسلمين. بارك الله فيك. وربي يفتح علينا وعلى جميع المسلمين. والسلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. مكان المحل يقول السيد بارك الله فيك سي محمد. مكان المحل هو من بعاد على رحبة اليهود اللي راهي قريبة لنا لهنايا. ها والسوق تاع العشاش. لحظة برك نعطيكم الشارع اللي تقدروا تدخلوا منه وسهل للناس كل الشارع هذا وين. ها هي رحبة اليهود مش بعيدة كما راكم تشوفوا. هذه هي رحبة اليهود في الواد سونتر. هذا مرشي